تصرفات جوزك مش مريحاكي ومش عارفة ازاي تراقبيه، تعالي وانا اقولك. الرجالة دايما شايفين ان هم عندهم ذكاء خارق وانهم لما يلعبوا بديلهم محدش هيكتشف، بس على مين؟ كل جريمة ولها ثغرة. خديها قاعدة، مفيش جريمة كاملة والمجرم لازم يغلط، وشطارتك بقى انك تشتغلي في هدوء والتكتيكي من غير ما يحس انه متراقب. واول حاجه في التكنيك اللي هنعمله في خطتنا انك ما تبينيش انك شاكه فيه ولا تطلبي تشوفي اكونتاته، بالعكس كل لما يفتح الموضوع قولي له يا حبيبي انا واثقه فيك. ايه بقى، هو هنا هيحط في بطنه بطيخه صيف وهيامن انك مش بتقلبي وراه وهيغلط وكتير. ومش بعيد يسيب الموبايل مفتوح من غير باسورد، او تلاقيه مش مركز وكتب في مره الباسورد قدامك، القطيه واحفظيه. يعني مثلا لما تاخدي الباسورد ادخلي اتفرجي على الصور اللي هو منزلها، صوره كده صوره كده، البنوته اللي عارفها عليكي بعتله صورتها وهي في المستشفى حاطه الكانيولا في ايديها. تاني حاجه اشتري له هديه، طبعا ما انت ست حنينه وعاقله وبتحبي جوزك عشان كده بتهديه. امال ايه؟ اشتري له سمارت ووتش هديه، ومنها هتدخلي وتشوفي الفيسبوك والانستجرام وكل الابليكيشنز اللي عنده، وحتى اتصالات الموبايل هتكون موجودة على الساعة. وطبعا هو ما بيدخلش يستحمى بالساعة، وبكده بقى تقدري تشوفي الفيسبوك بتاعه كل يوم على الساعة وهو بيستحمى، لا من شاف ولا من دري. تالت حاجة بقى Find my iPhone، ده اللي عندهم ايفون بس، وفي بعض الخدمات شبهها في الاندرويد هتعرفك هو رايح فين وجاي منين طول ما هو فاتح النت. فصحصحي وركزي معاه عشان تعرفي هو فين، وكلميه في التليفون واسأليه حبيبي انت فين، وشوفي هو بيكذب ولا بيقول الحقيقة. وتابعي شاته مع اصحابه، شوفي لو في اي عوق او اي حاجة غلط هو بيعملها. هتلاقي اصحابه عارفين القصة من اولها لاخرها وبيهزروا معاه في الحوار ده، وكمان باعتين لبعض صور. وركزي مع الهيستوري والريسايكل عشان لو عامل ناصح ومدقدق. بس خليكي فاكره مفيش جريمه كامله والكل جريمه ثغره. طب فرضا بقى لا سمح الله لقيتي حاجه كده ولا كده، تقولي له لا طبعا يا خايبه. الاول تاخدي سكرينات كتيره قوي وتبعتيهم لنفسك وتمسحيهم من عنده واحتفظي بيهم، وهقولك بعدين تعملي بيهم ايه. تالت حاجه بقى اصحابه، حاولي تعرفي كل اصحابه وتعزميهم هم ومراتاتهم عندكم في البيت، عشان لما يقولك انا خارج مع عصام صاحبي نقعد على القهوه تتاكدي انت من المعلومه دي من مرات عصام. ولو خرج مع علي مرات عصام تتاكد من مرات علي، ولو خرج مع حازم مرات علي تتاكد من مرات حازم. يعني تبقوا عاملين شبكه معلومات تجسسيه مخابراتيه على صغير كده بس في الخير. واعملوا جروب واتساب مع بعض وسموه البحث عن فضيحه. رابع حاجه، ركزي لو بيطلع في البلكونه يتكلم في التليفون كتير وقت ما بتكوني مشغوله في شغل البيت، ولو انتوا قاعدين مع بعض وبيقلب التليفون على وشه وبيعملوا سايلنت عشان اللي بترن انتي ما تشوفيهاش. ويا سلام بقى لو جايب السكرينه البرايفت اللي بتخلي الشاشه في ميه. ولو لاحظتي كمان انه بطل يرد على التليفونات جوه البيت، كل دي علامات تخوف يا ختك. خامس حاجة بقى، لو بدأ يجيب لك هدايا كتير بدون مناسبة وعلى غير عادته، لازم تتأكدي هنا انه بيخونك، ما فيهاش كلام دي. وهنا بقى تطلعي السكرينات اللي انت محتفظة بيها وتبدأي تفصحي عما لديكي، لانه كده حاسس بالذنب وبيحاول يريح ضميره. واحنا بقى لا هنريحه ولا هنريح ضميره وهنقلب عليها وصيها، وربنا يقدرنا على فعل الخير. وانا بسنت النبراوي، تابعيني في يا خيبتك عشان نشوف خيبتي وخيبتك.